السلام عليكم. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة أروع شوية كبدة بالردة هتدوقوهم في حياتكم. ومش كده وبس، ده كمان عشان الغلا اللي احنا فيه هعملها معاكم بالكبدة المستوردة، وهنحولها لكبدة بلدي بطريقة وتركات بسيطة. تابع الفيديو معايا للآخر. لكن قبل ما أبدأ الفيديو، للي ما يعرفنيش، أنا شيماء فرغلي ودي قناتي. أتمنى تشرفوني بالاشتراك في القناة ووضع اللايك. أول حاجة معايا هنا بصلاية وسط مبشورة، بشر ناعم جدا، تكاد تكون يعني زي المية، كأنه عصير بصل. يعني حرام ان احنا نستخدم عصير المية البصل بس ونهدر باقي البصلة. تمام. دي اول تركة معايا. تاني حاجة معلقة صغيرة من التوم المفروم، برضو فرم ناعم جدا. واساس التتبيلة بقى بتاع التوم دي ان انا حاطة فيه فلفل اخضر، وده بيدي طعم جميل جدا. معايا هنا نص كوباية من اللبن. اللبن جميل جدا في الكبدة، بيحوش الزفارة وبيخليها طرية وجوسي، ويعني بيخليها روعة جدا في الطعم. هضيف عليه معلقة من كل من الكزبرة والفلفل الأسمر والكمون، ونص معلقة من السبع بهارات، وطبعا نص معلقة من السكر بيخليها طرية وطعمها جميل، وربع معلقة من القرفة. وظبطي طبعا الملح بتاعك. وما تنسيش ان انا بسيب مكونات اي وصفة في صندوق الوصف. وهضيف طبعا عصير ليمونة كاملة. الليمون بيديها مزازة وطعم جميل جدا، وبتعدل لي طعم التتبيلة مع السكر اللي احنا ضفناه. حاولي بقى تقلبي الخلطة دي. وانا بقرر ان الحاجات البصل والثوم يكونوا مفرومين، عشان انا مش عايزة حاجة تكون مخرزة معايا في التتبيلة، لازم تكون بيوريه كده وناعمة يعني. اللي انا ضفته قدامكم ده معلقة صغيرة صغيرة جدا من الخل. بيخلي لي الكبدة طرية ولونها أفتح، لكن بيزود الزفارة. علشان كده حضرتك أنا ضفت يعني بتاع نص معلقة صغيرة كده. وضفت طبعا معلقة صغيرة من الكركم. برضو الكركم مفيد طبعا ومضادات أكسدة، وحلو جدا لما نحطه مع الحديد بتاع الكبدة، وهيفتح لي اللون بتاعها. خلاص خلصت التتبيلة بتاعتي، دي تتبيلة ممتازة. هبتدي بقى أضيف شرايح الكبدة بتاعتي، وأنا شرياها من يعني مكان اونلاين. يعني دي كبدة امريكي بصراحة ما شاء الله عليها. تقطيعتها شايفين شكلها عامل ازاي، فاتحة وجميلة. يا ريت لو حبيتوا تجيبوا من الكبدة الامريكي، بلاش البرازيلي او الهندي. تمام. آه، طبعا انا الكبدة بتاعتي كنت عصر عليها نص ليمونة لوحدها وسايباها. هبتدي بقى احط شرايح الكبدة في التتبيلة العظمة دي، وهسيبها شوية مش اقل من نص ساعة او ربع ساعة. ضفت مكون اللي قدامكم الابيض اللي انا ضفته في التتبيله ده وما ذكرتوش، ده سر معايا هنا، ربع معلقه من البيكنج باودر. ايوه حضرتك ما تستغربيش، البيكنج باودر. البيكنج باودر بيفتح لي المسام بتاع اي لحوم، وبيخليها تشرب التتبيله وبيطريها لي، وبيسرع لي التسويه بتاعتها. يا ريت تعتمدي الطريقه دي وادعي لي عليها. معايا بقى هنا الكفر اللي هنبني فيه الكبدة بتاعتنا، عبارة عن كوبايتين من الردة. اشتريها من عند اي عطار مضمون، وعليهم يعني نص كوباية من الدقيق. طبعا الردة مع الدقيق بيعملوا توازن في الكفر الخارجي بتاعنا، لان الردة خفيفة، فلازم تكون محملينها يعني بالبلدي كده بحاجة تمسك على الكفر يعني قطعة البانيه. وطبعا ما ننساش نحط عليها يعني رشة كده من الكمون والكزبرة. وانا ما حطيتش ملح علشان خاطر احنا واخدين كفاية الملح يعني في التتبيلة بتاعتنا. ابتدي طبعا مباشرة كده تاخدي من الطبق التتبيلة على المواد الجافة، وفي علبة محكمة كده، وبراحتك طبعا، لك مطلق الحرية انك تعمليها بايدك، تبططيها بايدك عادي جدا، او تعمليها زي ما انا عملت كده، بحيث ايدك يعني ما تتبهدلش او حاجة. يعني شايفين طالعه اهي في كل الاتجاه ما شاء الله. عايزة بقى تعمليها كده زي ما انا بعملها قدامكم يعني، براحتك.
وسيبيها شوية بقى يعني عقبال ما انا خلصت الكمية كلها. عايزة انتي تشيليها في الفريزر وتخرجيها تعمليها في اي وقت براحتك، ممكن تعتبريها من ضمن التفريزات الاسبوعية او الشهرية. بتنجز معاكي، وخاصة لو كنتي يعني موظفة او عاملة او كده. تابعوا الفيديو معايا للاخر، ويا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك فضلا. ادي الكميه كلها اهي في زيت بقى سخن جدا. هبتدي انزل بالكميه بتاعتنا. طيب لو انتوا من النوع اللي بيحب الحاجه مقرمشه قوي، فممكن حضرتك تمسكي بخاخة مية كده او بايدك تنطوري على الكبدة قبل ما تنزل في الزيت، ده بيخليها مقرمشة. لكن انا بحبها وسط، يعني اللي هو ايه، القرمشة الطبيعية، وبرضو ما تكونش ناشفة قوي. يعني مش من المستحب انها تكون يعني الكبدة بتاعتنا ناشفة. آه، بعد ما خدت اللون الأحمر الجميل ده تخرج على مصفى. ممنوع منعا باتا نخرج أي مقليات على مناديل، لأنها بتخليها تشرب الزيت أكتر. مش زي ما انتوا فاكرين، المصفى بتنضح الزيت بره القطع الحاجة اللي احنا حاطينها أو قلينها. ما شاء الله، شايفين طعمها جميل وبأرخص سعر وبأفضل طريقة. ما تنسوش تبصوا على صندوق الوصف فيه حبة وصفات علشان خاطر عيونكم.